إحنا ساعات بنشوف الصور المثالية بين الزوجين على السوشيال ميديا، ابتسامات، سفر، هدايا. لكن الحقيقة ورا الكاميرا ممكن تبقى جحيم. الإعلام عنده قدرة يرفع إنسان لسبع سما وينزله سبع أرض، وده بالظبط اللي حصل في قصتنا. بنقابل نيك دان اللي بيصحى في يوم عيد جوازه الخامس يلاقي البيت فاضي، غرفة المعيشة متكسرة، حاجات مرمية في الأرض والباب مفتوح. يدور على مراته إيمي في كل مكان، مش موجودة. يتصل بيها، مفيش أي رد. يتصل بعد كده بالشرطة اللي بييجوا يلاقوا الدنيا مقلوبة، وفي آثار دم ممسوحة، كأن حد حاول يخفي جريمة. الصحافة تشم الخبر وتبدأ تشتغل، خصوصاً إن إيمي شخصية مشهورة. نيك بيبان بارد جدا، مش متأثر، وده يخلي الناس كلها مقتنعة إنه القاتل. الشرطة تحقق، تكتشف إن الجواز مش مثالي، مشاكل مادية، خيانة وبرود عاطفي. الصورة اللي بتتكون إنه زهق وخلص على مراته. لكن مين هي إيمي؟ بنت غنية اتربت على إنها النموذج المثالي. أهلها كتبوا سلسلة قصص أطفال بطلتها إيمي المذهلة. طول عمرها حاسة إنها لازم تبقى مثالية. عملت شخصية الكول جيرل اللي الشباب والرجالة بيحبوها. بتاكل بيتزا، تشرب بيرة، مبتسمة دايما وما بتتخنش. كانت بتقدم نفسها كمنتج، لكن المنتج ده محتاج طاقة جبارة علشان يفضل شغال. لما حصلت أزمة 2008 الاقتصادية، حياتهم اتقلبت. الاتنين فقدوا شغلهم كصحفيين في نيويورك، واضطروا ينقلوا لميزوري. هناك القناع وقع. نيك بقى كسول ومحبط، وإيمي لقت نفسها في حياة عادية ومملة. فقدت فلوسها وصورتها، ولما اكتشفت إنه بيخونها مع شابة عندها 20 سنة، ده كان إهانة لأسطورة إيمي المذهلة. الشخصية النرجسية ما بتقبلش الطلاق الهادي، كان لازم تنهي المشروع بانفجار درامي. نيك يقول للشرطة إنه رجع من البار بالليل وكان تعبان فنام، ولما صحي لقى باب البيت مفتوح وكل حاجة متكسرة. الشرطة بتكتشف مخزن مليان مشتريات غالية مدفوعة بكارت نيك، ويوميات إيمي شبه محروقة فيها جملة غريبة: هذا الرجل قد يقتلني. كل الناس شكوا فيه، حتى أخته التوأم مارجريت بقت مش مصدقة اللي بيحصل. المجتمع كله بيحاكمه مش بالأدلة الواضحة دي، لكن بتحاكمه بأدائه البارد. نيك يستعين بالمحامي تانر بولت اللي يقول له لازم يمثل ويطلع في التلفزيون، يعترف بخيانته ويلعب دور الزوج النادم. فعلا نيك بيسمع كلامه وبيظهر في الإعلام، وناس كتير تتعاطف معاه. بعدها بكام يوم بنشوف إيمي رجعت للبيت منهارة، هدومها مليانة دم، وشها متعور والشرطة حواليها. الصحفيين بيصوروا والناس كلها شايفة إنها ضحية نقت من جحيم أسرة. لكن لما قعدت تحكي للشرطة، بدأت القصة اللي هزت المجتمع كله. قالت لهم إن اللي خطفها هو ديسي كولينجز، زميلها القديم في الجامعة اللي كان بيحبها بجنون من زمان. في الأول هو استقبلها في قصره الفخم، عاملها كملكة، وفر لها كل حاجة. لكن مع الوقت الهوس بتاعه بدأ يظهر. كان بيحبها بطريقة خانقة، مش بيديها حرية، وابتدى يسيطر عليها كأنها ملكه. إيمي قالت إنها حاولت تهرب لكنه منعها، وإنه حاول يعتدي عليها. في اللحظة دي حسب كلامها هي اضطرت تدافع عن نفسها. قالت إنها لقت سكينة في البيت، ولما حاول يقرب منها ضربته بيها بكل قوتها. الدم اتفجر في المكان، وهي هربت ورجعت بيتها كأنها كانت بتحارب علشان حياتها. الشرطة لما راحت بيت ديسي لقوه مقتول بنفس الطريقة اللي وصفتها. كل حاجة بدت متطابقة مع روايتها. الإعلام صدق القصة فوراً وابتدى يصورها كبطلة نجت من خاطف غني ومهووس. صورها رجعت تملى الجرايد والمجلات، والناس كلها شافوها إيمي المذهلة اللي قدرت تهزم الوحش وتنجو. ولغاية هنا الدنيا عادية وحلوة. هي رجعت بطلة قدرت تدافع عن نفسها ونجت من القاتل المجنون. الإعلام ينشر صورها والشرطة تقفل التحقيق. لكن جوه البيت المواجهة الحقيقية تبدأ. وهم قاعدين بيتعشوا، هو استغرب إن ديسي يظهر فجأة بعد السنين دي. فتقول له عاوز تعرف الحقيقة واللي حصل بالظبط، وتبدأ تقول له إنها كتبت يوميات مزيفة، كسرت في البيت بنفسها، مسحت الدم علشان يبان كأنه تنظيف فاشل، وخططت إنها تختفي وتورط نيك في قتلها. الهدف كان واضح: تدمره وتخليه يواجه الإعدام بعد ما عرفت خيانته ليها. وإنها بعد ما هربت بدأت تنفذ خطتها الكبيرة، وهربت من ميزوري. كانت فاكرة إن كل حاجة تحت السيطرة.
معاها شنطة صغيرة، فلوس كتير وهوية مزيفة. راحت مخيم رخيص على أطراف المدينة، مكان فيه ناس بسيطة، عربيات قديمة، وأوضة صغيرة كأنها صناديق معدنية. في الأول كانت ماشية بخطوات وثقة، لابسة لبس عادي جدا علشان محدش يشك فيها. قاعدة في أوضة صغيرة، سرير معدن قديم، لمبة ضعيفة، بتحاول تبقى مجهولة وسط الناس. لكن حتى وهي مستخبية كان عندها إحساس إنها لسه البطلة اللي بتكتب قصتها بنفسها. في المخيم اتعرفت على بنت ومعاها صاحبها. في الأول كانوا بيضحكوا معاها، بيحاولوا يتقربوا ليها كأنهم أصحاب. إيمي حاولت تبان طبيعية، ترد بكلام قصير وتخفي أي علامة إنها مختلفة، لكن نظراتهم كانت بتكشف إنها شاكين فيها. البنت بدأت تسألها أسئلة كتير: أنت جاية منين؟ بتشتغلي إيه؟ وإيمي ترد بجمل قصيرة، لكن كل كلمة كانت بتبان إنها مش من المكان. صاحب البنت يبصلها بنظرة غريبة، كأنه حاسس إنها مخبية حاجة. في ليلة وهم قاعدين مع بعض، البنت وصاحبها يلمحوا إنهم عارفين إنها معاها فلوس كتير. إيمي تتوتر، تحاول تغير الموضوع، لكن فجأة يهجموا عليها، يسرقوا الفلوس، يضربوها، يسيبوها مرمية على الأرض، شنطتها مفتوحة وفاضية. اللحظة دي كانت صدمة كبيرة لإيمي. العقل المدبر اللي كان عامل خطة مثالية على الورق لقى نفسه مفلسة ومكشوفة. لأول مرة اتسحب منها السيطرة، لأول مرة تحس إنها ضعيفة وسط ناس عادية. اللحظة دي كسرت غرورها وخلتها تلجأ لديسي كولينجز، حبيبها القديم الغني والمهووس بيها. ديسي يستقبلها في قصره الفخم، يعاملها كملكة، لكن هوسه بيخنقها. ومع إنها لقت عنده أمان مادي، إلا إن وجوده كان خطر. ولما تشوف نيك على التلفزيون نادم، تحس إن الشخص اللي حبته رجع، فتقرر ترجع له وتعمل خطة دموية، تسيطر على كاميرات البيت وتقتل ديسي بمشرط في لحظة وتغرق نفسها في دمه. إيمي تعترف لنيك إنها قتلت ديسي علشان ترجع له. هو مصدوم وعاوز يسلمها للشرطة. نيك قاعد قدامها، عينيه مليانة صدمة بعد اعترافها إنها قتلت ديسي. هو مش قادر يستوعب اللي بيحصل. عقله بيقوله يبلغ الشرطة، لكن قلبه بيصرخ إنه لازم يخلص من الكابوس ده. لكنها تلعب بالورقة الأخيرة. فجأة إيمي تقطع الصمت بابتسامة باردة وتقوله: على فكرة، أنا حامل دلوقتي. الكلمة تقع عليه زي صاعقة. يضحك ضحكة عصبية ويقول لها: إزاي حامل؟ إحنا ما نخلفش، إزاي؟ فإيمي بكل هدوء ترد: فاكر لما كنا بنتعالج في مركز الخصوبة؟ فاكر العينات اللي كانوا محتفظين بيها؟ أنا رجعت لهم وخدت العينة بتاعتك وخليتهم يعملوا تخصيب. إيمي تقعد قصاده، عينيها ثابتة، وتقول له: أنا دلوقتي حامل منك، يعني مهما حصل أنا جزء منك، والطفل ده هيبقى رابط بينا. لو سلمتني للشرطة هتسلم ابنك معاها، لو فضلت ساكت هتعيش معايا ومع ابنك. نيك يحس إن الأرض بتتسحب من تحت رجليه. هو طول الوقت كان عاوز يخلص منها، لكن فكرة إنه هيبقى أب لأول مرة بتخليه يتجمد. دماغه مليانة أسئلة. هل فعلا يقدر يسيب الطفل ده؟ هل يقدر يعيش مع قاتلة بدم بارد علشان يربي ابنه، ولا يبلغ عنها ويخسر كل حاجة؟ إيمي تقرب منه، تحط إيديها على إيده وتقول له: أنا وإنت دلوقتي شركاء في الجريمة وفي الحياة، والطفل ده هو الضمان إنك عمرك ما هتسيبني. في اللحظة دي نيك يبقى محاصر تماما، مش بس بجريمة هي ارتكبتها، لكن بحبل جديد اسمه الأبوة. الإعلام بره بيشوفهم الزوجين المثاليين اللي رجعوا لبعض. النهاية صادمة. قاعدين قدام الكاميرات بيبانوا مثاليين، لكن الحقيقة إنهم في جحيم نفسي. نيك خاين وكذاب، وإيمي عقل قاتلة. الاتنين مربوطين ببعض في سجن من غير إضباط. الإعلام يبيع القصة اللي الناس عايزة تسمعها، والجمهور يصدق الصورة المثالية حتى لو الحقيقة مظلمة. هي كده سيطرت على اللعبة بالكامل، وكل المجتمع كان مصدق قصة البطلة اللي قدرت تنجو من اللي خطفها وتهرب منه. ويبقى السؤال: هل فعلا العلاقة السامة دي اللي بينهم هتفضل مبنية على الكذب والخوف وتفضل معاهم، ولا هيحصل حاجة تانية؟ ده كان فيلمنا النهاردة، فيلم Gone Girl سنة 2014. قصة فيلمنا خلصت، بس قصصنا لسه ما خلصتش مع قناتكم فيلم تو كليك. شكرا لكل واحد شاف الفيديو لحد آخر ثانية. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم الأحسن. اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش المشاركة والاشتراك في قناتكم فيلم تو كليك. وشكرا ليكم، سلام.